السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ربنا يجعل يومكم هادي ونادي كله خير وسعاده وحب عليا وعليكم. شوفوا بقى كتاكيت، انا لسه جايه من السوق وجبت ال2 كيلو ونص بطاطس دول. على فكره البطاطس الجديده نزلت وجميله قوي. وجبت نص كيلو فلفل كوبي كده عشان هعمل لهم النهارده صينيه بطاطس في الفرن. بس قبل صينيه البطاطس الاستاذ بوتي طلب مني حاجه كده، فانا قلت اعملها له. قال لي عشان خاطر اكلها قبل ما انزل الدرس. قلت والله ما انا مزعلاه. بس قبل ما اقول لكم انا هعمل ايه البودي وهعمل ايه النهارده، يا ريت لاول مره بيشوفني يشترك في القناه، ما تنسيش اللايك وما تنسيش دعوه حلوه كده تدعيها لاختي ربنا يشفيها ويخليها لاولادها يا رب. وديت يعني نفسي الدنيا بحالها تدعي لها ربنا يا رب يشفيها ويخليها لاولادها. شوفوا بقى كتاكيت، انا هاخد من السوق اللي انا جبته قرنين الفلفل دول ماشي، مع كيس الجبنه الموزاريلا ده عشان هاخد منه حبه. وانا هقول لكم انا هاخد حبه ليه. وهنقي كده بطاطسيتين كده يكونوا محترمين عشان الواد خمين يخلي لي كام واحده صغيره. انا هاخد البطاطسيتين دول بس ماشي، وهشيل بقى الباقي ده عشان هعمل بيه اكله النهارده. ان احنا لسه الصبح. شايفين قرنين الفلفل دول البطاطسيتين دول وحبه الجبنه دول، هعمل بيهم حته طبق تحفه. هي مش طبق، هي طاسه، هي حاجه كده يعني مش قادره اوصفها لكم. بس حلوه، حاجه حلوه قوي. بتتاكل الصبح وممكن تتاكل بالليل عادي وممكن تتاكل على الغدا عادي. بصوا بقى كتاكيت، انا جبت الطاسه دي حطيتها على النار، قلت تسخن كده، وقطعت البطاطس مكعبات وقطعت الفلفل. بس قلت استنوا كده. الحمد لله عين البوتاجاز ولع. اصلا انا دايما بنسى اولع عين البوتاجاز، مش عارفه ليه. شوفوا بقى انا حطيت دي بقى ما بتحطلهاش زيت كتير، يعني هي معلقه زيت بس. انا عشان برضو كده هحط حبه كمان. يلا مش هنبخل. اللي بتتابعني لحد اللقطه دي ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه ودعوه حلوه لاختي، يا ريت تدعي لي انا كمان يعني هينبكوا سواء. بصوا بقى البطاطس انا قطعتها مكعبات، احطها هنا تتحمر. دي بقى الطبق اللي انا هعمله للولد بوتي قبل ما ينزل يروح الدرس. غير بقى الطبخه بتاعت النهارده. الطبخه بتاعت النهارده دي حاجه تانية. بصوا بقى انا هقلبها كده لما تحمر كده، تبقى كاننا يعني عادي التحمير العادي. بصوا دي بقى هقول لكم انا بعمل ايه عشان ما تقولوش على كده. دي طلب مني بيتزايه بالبطاطس. فبيتزايه البطاطس دي بتتعمل دايما في الفرن، بس انا هعملها على البوتاجاز. انا جبت لكم الاخر اهو ماشي. ادي نطره فلفل، وفين الملح وادي الملح. انا مش مكتره ملح وفلفل على فكره. دي بقى بتزيت البطاطس. قال لي اعملي لي بتزيت بطاطس كده عشان اكل وانزل اروح الدرس، وبعد كده بقى اما ارجع تبقى اشوف انتوا هتعملوا ايه. وده بقى بعد البطاطس احمرت حبيت حاطه قرنين الفلفل اللي انا قطعتهم. بصوا بقلبهم كده مع الملح والفلفل. بصي ديت ما فيهاش توابل كتير، هو ملح وفلفل وبس، وقرنين الفلفل الكوبي وبس. وهقول لكم بقى على نسيت اقول لكم على حاجه ثانيه هتتحط. يا ربي هحط يعني هو المفروض يا كتاكيت كانت تتحط 3 بيضات، بس احنا لقيت بفتح الثلاجه يعني لقيت عندنا بيضتين 2 بس. فقلت يلا مش مشكله الموجود يسيب، لان انا مش هنزل تاني. انا لسه جايه من تحت من السوق ومش هقدر انزل تاني. فقلت والله ما انا نازله، هما بيضتين يبقى هما البيضتين، هحط البيضتين وامري لله. فانا بس اما اغسلهم كده في طبق لحسن يكونوا ده. انا نسيت اقول لكم على حاجه. بصوا بقى دماغي اتقلبت. انا هنا جبت اللهم صل على النبي، جبت الجريل دي عشان ديت لقيت الغويطه ديت لا ما تنفعش اعمل فيها بيتزايه خالص. وما عنديش كمان الطاسه اللي هي لها حرف شويه عشان خاطر اللي عندنا بدا اللي هي الطبقه تروح منها، فعاوزين نشتري واحده جديده. ان شاء الله هبقى اشتري لهم واحده جديده. المهم ما لقيتش قدام مني الا ديت اللي انا بعمل ساعات عليها العيش. قلت لها هتقضي برضه عشان خاطر هي كده هتتحط على البوتاجاز ماشي. هجيب بقى ادي البيضتين بقى. البيضتين همت المفروض يكونوا 3 عشان اللي بتسمعني دلوقتي وتتفرج عليا. لو عامه لو عجبتيها طعمها خطير، بس تحط لها 3 بيضات. بس انا ما لقيتش في الثلاجه عندنا الا بيضتين، فقلت مشي حالك بالبيضتين، لان لو قلت للولا بودي انزل هات بيض مش هيرضى وانا مش هقدر انزل تاني. فقلت يا بنتي مشي حالك. بصوا هحط بقى البيض كده، بس طبعا لما بتكون الطاسه اصغر من كده
ماشي. والطاسه اللي هي بتبقى فيها الطبقه هي ديت الحاجه ما بتلزقش فيها، عشان ديت انا بعمل ساعات عليها عيش ولا على البوتاجاز. انما لو كانت الطاسه صغننه ولا حوفي كانت هتبقى احلى. بس انا قلت يلا مشي حالك عشان هو نفسه فيها، قال لي هاكل على بال ما انزل الدرس برجع. ودول بقى شويه الجبنه اللي هتحطوا على الوش. الجبنه بقى هتسيح كده والبيض هيستوي مع البطاطس. دي بقى احلى بيتزايه بالبطاطس ممكن تاكليها في حياتك. طعم وريحه اقسم بالله. اللي بتتفرج عليا دلوقتي ومش عارفه تفطر ايه، عامه هي ممكن تنفع فطار وممكن تنفع غدا وممكن تنفع عشاء، ومش عارفه تعمل ايه ومش عاوزه تقف في المطبخ كتير ومش عاوزه توجع دماغها، تقوم تعمل الوصفه دي. حاجه كده فاخر من الاخر ومش هتقفي كتير وطعمها زي العسل. طعمها تحفه، وفيها بطاطس وفيها فلفل كوبي وفيها بيض وفيها جبنه. يعني بص حاجه كده مغذيه. الناس اللي بتحب البيتزاهات، انواع البيتزاهات الناس اللي بتحب الاكلات السهله السريعه، ماشي. دي بقى ليهم على فكره عشان هي ملهاش حركه. بصوا البيض طالع منين. بس لازم اجيب طاسه صغيره تكون اللي هي كده ايه، الاكل ما بيلزقش فيها، حاجه نظيفه كده، حاجه فاخر من الاخر. ان شاء الله هجيب ان شاء الله. اصبروا بس عليا كده، بدور على غطا عشان اغطيها عشان لازم السخونيه تطلع تسيح الجبنه. ايوه كده. هسيبها بقى كده على نار. بصوا شمعه لان البتاعه دي رقيقه. بصوا النار عامله ازاي. انا هوطي تاني، انا هوطي بس انا خايفه وانا بوطي تاني العين تنطفي بصراحه. هسيبها بقى كده. بس في حاجه حصلت. بصوا انا دلوقتي عريتها هتلاقوا وش احمر. هتقولي لي الله وش احمر ازاي؟ ايه ده؟ هقول لكم ان في حته عدت انا ما رضيتش اصورها عشان دي كانت عامله زي العمليه الجراحيه. ان انا جبت طبق وقلبت وحطيت، دي خدت لون وبعدين رجعت قلبت تاني. بس بالنسبه لي ما رضيتش اصورها وطفيت التليفون عشان كانت عامله زي العمليه الجراحيه بالظبط. فمحدش بقى ايه يتضايق مني. يومكم زي العسل وكله خير وهنا يا رب. سلام.